السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم دايرين خوتي؟ ان شاء الله قاعد تكونوا ملاح وقاعد تكونوا في صحة جيدة. اول حاجة صحة فطوركم وصحة الله. اليوم غادي نهضروا على مباريات دوري ابطال اوروبا واللي كان ريال مدريد ضد تشيلسي وميلان ضد نابولي. نبداو الماتش الاول اللي هو ريال مدريد تشيلسي وانتر 2-0 لصالح ريال مدريد بهدفين من بنزيما واسينسيو. نبدأ نهضروا على المباراتين. عندنا الشوط الاول بدا يعني تقريبا متكافئ بين ريال مدريد وتشيلسي. شفنا بلي ايضا تشيلسي كان تقريبا حاضر وواقف نوعا ما في الميدان بالتشكيله اللي يعني التشكيله عليها شويه، يعني كان واقف ويعني قادر يعني يكون ند بالند لريال مدريد واحد المده تاع 10 دقائق ولا ربع ساعه يعني الماكس. ما تبقى من اللقاء كان من طرف واحد اللي هو ريال مدريد يهاجم وتشيلسي يدافع. شفنا اليوم فينيسيوس يقدم مباراة خارقة للعادة، خارقة للعادة. تقريبا ولا كرة ضاعت منه ولا كرة قدر ريس جيمس ولا نقولوا كانتي ولا فوفانا انه يقلعها له مكرعه. ربما كرة واحدة من بين 20 ولا 30 كرة. تقريبا اليوم فينيسيوس 10/10 في المراوغات وفي التمريرات وفي كل شيء، في يعني قراءة اللعب، في فتح المساحات للأصدقاء ويكون متوفر للتمرير دائما. شفنا بلي مودريتش يحكم الكرة يطلع راسه يلقى فينيسيوس، عندك بنزيما يحكم الكرة يلقى فينيسيوس، حتى فالفيردي اللي غادي نتحدثوا عليه. عندك رودريغو سيفري في الشوط الأول ما دخلش المباراة بسرعة كما بقية الزملاء، ولكن شفنا في الشوط الثاني دار أداء كبير بزاف وبدا يتحرك وبدا يدخل ويسدد على كيبا. واليوم صار كيبا ثاني اليوم دار مباراة كبيرة وانقذ تشيلسي في شعار من الفرصة ثاني حال التهديف لصالح ريال مدريد. عندك اليوم فالفيردي تحسن شوية مقارنة بالمقابلات السابقة لريال مدريد. علاه؟ لأنه تقريبا كان حر، ما كانش فقط مركون في الجهة اليمين. شفناه جا من الجهة اليسار وسدد، شفناه دخل في العمق وشفناه ولا الوسط الميدان متوسط دفاعي. تقريبا اليوم كان يلعب ومتحرر زيادة على المباريات الأخرى. وهكذا الفيردي يكون مليح لأنه تقريبا إذا تحرر راح يحط نفسه في مواقف باش تسمح له باش يسدد وتسمح له باش يدير تمريرات مفتاحية ولا تمريرات حاسمة. اليوم شرح أنشيلوتي أنه حرر شوية فالفيردي، حاجة مليحة بزاف لأنه تلقاه في كل مكان راح يديرونجي الخصم بزاف. عندك كريم بنزيما اليوم سجل هدف يعني فعل الأمر المطلوب. مودريتش كيف المستوى. عندنا توني كروس كذلك لعب ارتكاز اليوم بشكل جميل بزاف وشنا خطف شعام الكرة وقلع شعام الكرة سواء جواو فيليكس ولا رحيم ستيرلينغ. عندك كامافينغا وهذا البوست الجديد اللي دار فيه انشيلوتي صايب بدا يوالف فيه وبدا خلاص تقريبا يقدر يقول انشيلوتي انه ربح لاعب يستطيع يلعب كمدافع ظاهر في بلاصه الابا ولا في بلاصه مندي كي ما يكونوش كاينين ولا متوفرين، ولا كي يشوف هو بلي انه يستحق لاعب يكون مدافع ويدخل يمد الامدادات في وسط الميدان. يعني كامافينغا راح يكون اختيار ممتاز جدا. فضربة موفقة من انشيلوتي انه سيا وجرب كامافينغا في ذلك المكان واعطاه صراحة مردود جميل. عندك من جانب تشيلسي صراحة يعني تشيلسي لومبارد عليه علامات استفهام بزاف. تلعب في العرضيات وما كانش لاعب طويل سواء جو فيليكس ولا رحيم ستيرلينغ ما يقدروش يتعاملوا مع الكرات العرضية ولا الكرات الهوائية. على الأقل كنت تبدل رحيم ستيرلينغ بكاي هافرتز في وقت سابق ومشي حتى وصلت خسرت وسجل لك وديت بطاقة حمراء وعاد بديت تدير ردة الفعل. يعني في مباريات دور الأبطال علاش ريال مدريد وتشوف الفرق الكبيرة اللي متعودة أنه تربح دوري أبطال أوروبا ما يلعبش على رد الفعل، وإنما هو يكون المبادر ويحطك أنت في خانة رد الفعل. هو يسجل لك وانت تدي كارت حمراء صايدرك وانت يخليك انت تتخبط وانت ترتكب الأخطاء هو يستغلها. شافك دخلت شافك خويت الوسط دخل اسينسيو مباشرة تسجل هدف، ما يقار عليكش ما يضيعش معك الوقت لانه خلاص شغل بان الارتباك تاعك انت كمدرب ما عندكش خبره في ذاك المجال. وصراحه من البدايه من الاختيارات تاعك يعني في الهجوم ناقصه 2 هجوم كنت لعبت 4-3 عادي بشكل عادي. عندك في الوسط كونتي وكوفازيتش ودخل معاهم على باليش انا غالاغير ودير في القدام دير قدام فيليكس ورحيم ستيرلينغ ودير كذلك فيرت. صراحه انا ما على باليش على ما بداش كيما هكا وبالك يعني نحاز للاعب الدفاعي اكثر. هذا في خصوص مباراة ريال مدريد وتشيلسي. صراحة ريال مدريد يعني بالأداء تاع اليوم يستاهل أنه يكون مشي فقط في المباراة اللي بعدها ولكن حتى في المباراة النهائية. المباراة الأخرى واللي كان نجمها وعريسها هو إسماعيل بن ناصر بتسجيل الهدف الوحيد في مباراة نابولي ضد ميلان. كذلك كانت مباراة جميلة بزاف حيث أنه نابولي دخل بسرعة في اللقاء وميلان كان يستقبل اللعب تقريبا 21 دقيقة الأولى ولا 25 دقيقة. شفنا بلي نابولي دور الكرة واقف مليح يعني حل المساحات يسدد وكان يعني دائما مايك مينيون حارس ميلان اليوم ثاني كذلك ماتش تألق بزاف 10/10 التسديدات اللي قلعها والانفرادات كذلك اللي قلعها. عندك مجال ميلان بعد كي قلعت ميلان وبداو يلعبوا شفنا بلي انه ميلان مازال يعني تقريبا هو العقدة تاع نابولي في هذه المباراة الأخيرة ولا في هذا يعني الشهر ولا شهرين تالي. علاش؟ عندك ابراهيم دياز دخل في الوسط
يعني لقى في الكره دخل بين اثنين لاعبين ثم جرى ودار تمريره وصلت لبن وسددها. تحس بلي كانت كاينه واحد السهوله من جانب ميرون باه يخترق دفاع نابولي. يعني ربما ان الفرق الايطاليه تقدر نابولي فوق اللازم وفوق الحد، ولكن ميرون لا، تقريبا يحطها في حجمها انه انت فرق كره وانا فرق كره ونلعبوا البالون. سي بور تشوف انه ميلان ونابولي دائما مباراه تاعهم ما تحس بلي من طرف واحد مثلا نابولي يسيطر كما يصرى مع الفرق الاخرى، ولا لا، تحس انها مباراه ند للند وعادي تلعب بالون نلعب بالون، واللي يسجل الاهداف هو اللي غادي يفوز. عندك اسماعيل بن ناصر سجل اليوم وفرحت له بزاف، يستاهل ربي يحفظه ان شاء الله ويخليه يقدم مباريات اكثر من هكا ويزيد يسجل اهداف ان شاء الله، ولما لا نشوفه حتى في يوم من الايام يتوج بالشامبيونز ليج ان شاء الله في بطولات آتية إن شاء الله. إذا تعاود هذا السيناريو في المباريات اللي غادي تجي الأسبوع القادم، غادي نشوفوا بلي ريال مدريد غادي يقابل السيتي ولا البايرن، وعندي غادي نشوفوا بلي الميلان إذا ربح نابولي غادي يقابل الانتر ولا بنفيكا، واحتمال كبير أنه يقابل الانتر، بمعناتها أنه راح يكون على الأقل فريق واحد من إيطاليا. إذا صدق هذا السيناريو راح يكون فريق واحد من إيطاليا في النهائي، حاجة مليحة بزاف، ويعني مكافأة للكالتشيو على هذا الموسم الشباب اللي قدمه سواء هذا العام ولا العام اللي فات. بداية استشفاء وبداية عودة الكالتشيو إلى يعني قوته وإلى أمجاده. صراحة حاجة شابة بزاف أنك تشوف فرقة إيطالية في نهائي شامبيونز ليج. إن شاء الله تكون على خير. خوتي، كان هذا هو فيديو اليوم، ما تنسوناش من اللايك والاشتراك، ونتلاقوا إن شاء الله في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.